السلام عليكم تالتة اعدادي، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناة مس مروة للدراسات الاجتماعية. تعالوا بينا نعمل مراجعة على الدراسات الاجتماعية. معانا النهاردة اسئلة خرائط. نبدأ بأول خريطة. أمامك خريطة العالم، لاحظها جيدا ثم أجب. نشوف الأرقام اللي عليها وبعدين نجاوب رقم رقم. يلا بينا تعالوا. واحد بيقولك ايه؟ المحيط الهندي يمثله رقم ايه على الخريطة؟ نبص مع بعض كده. هنا على الخريطة يا ترى المحيط الهندي فين؟ المحيط الهندي هنا، يبقى ده على الخريطة رقم ايه؟ رقم 2. ده المحيط ايه الهندي موجود فين؟ جنوب قارة ايه؟ اسيا. وعندي هنا قارة استراليا، ودي قارة ايه؟ افريقيا. يبقى اذا ده عندي المحيط ايه الهندي اللي هو رقمه على الخريطة 2. 2 المحيط القطبي الجنوبي. نركز قوي، المحيط القطبي ايه الجنوبي بيمثله على الخريطة رقم ايه؟ المحيط القطبي الجنوبي يعني موجود في جنوب الكرة الأرضية، يعني بيمثله الرقم 4. طيب المحيط القطبي الشمالي هنا عندي فوق، المحيط القطبي الجنوبي هنا عندي فين؟ في جنوب الكرة الأرضية. هنا معانا رقم ايه؟ 4. 3 نهر النيجر بيمثلوا الرقم ايه على الخريطة؟ نهر النيجر عندي في قارة افريقيا. تعالوا نبص على قارة افريقيا، يا ترى فين نهر النيجر؟ هنا، يبقى رقم ايه؟ 6 بيمثل ايه؟ نهر النيجر. 4 نهر نيلسون بيمثلوا رقم ايه على الخريطة؟ نيلسون ده في أمريكا الشمالية. تعالوا بينا نبص على أمريكا الشمالية. فين نهر نيلسون؟ نهر نيلسون هنا اللي هو رقم 1. يبقى عندي هنا ده نهر ايه؟ نيلسون اللي هو على الخريطة رقم ايه؟ 1. معانا جبال زاجروس موجودة على الخريطة، بتمثل رقم كام؟ جبال زاجروس موجودة عندي هنا رقم 8. رقم 8 دي جبال ايه؟ زاجروس. اللي بعد كده هضبة البرازيل بيمثلها ايه على الخريطة؟ هضبة البرازيل عندي في امريكا الجنوبية، ورقمها هنا 7 على ايه الخريطة زي ما احنا شايفين. يبقى نركز اهم حاجة في ايه؟ وصف السؤال نفسه، سواء بقى جبل، نهر، محيط، بحر، وكمان الرقم اللي موجود عندي على الخريطة. جزيرة نيوزيلندا الجنوبية بيمثلها ايه على الخريطة؟ نيوزيلندا الجنوبية عندي دي على الخريطة رقم 5. دي نيوزيلندا الجنوبية، وده عندي قارة ايه؟ استراليا، وده قارة ايه؟ اسيا. برافو. اللي بعد كده اقليم مناخ التندرا بيمثل رقم كام على الخريطة؟ 3. رقم 3 ده ايه؟ اقليم المناخي تندرا. اقليم المناخي ايه؟ التندرا. يبقى اهم حاجة عندي في سؤال الخريطة مراجعة الخريطة على طول بشكل اسبوعي. اراجع التضاريس، اراجع الاقاليم المناخية، الجبال، المحيطات، قارات العالم، الاماكن، الدول. عندي كمان ايه؟ اراجع اعرف ان المحيط القطب الشمالي، المحيط القطبي الجنوبي، اعرف الاماكن اللي جوه القارات، التضاريس، كل تضاريس في قارات بتاعة العالم. اركز في المراجعات واحل اسئلة بشكل دوري، سواء بقى كل يومين او كل اسبوع على حسب مراجعتي. واركز في الاسئلة والمطلوب، لان التركيز في السؤال وقرايته اكتر من مرة بتساعدني اجاوب صح بنسبة 100%. تاني خريطة النهاردة معايا خريطة لقارة آسيا. يبقى عندي خرائط مختلفة، يا إما خريطة العالم، عندي ممكن يجيب لك خريطة إفريقيا أو آسيا، ويبدأ يقول لك إيه؟ جاوب على المطلوب أو اكتب ما تدل عليه الأرقام. نبدأ برقم 1 مطار. تعالوا بينا نبص على الخريطة هنا. رقم 1 عندي مدار إيه يا ترى؟ رقم 1 ده مدار السرطان. ده مدار إيه؟ السرطان بيعدي عندي هنا في ايه؟ في جنوب قارة اسيا، وكمان ايه؟ بيوصل لحد قارة افريقيا. يبقى ده مدار ايه؟ السرطان. نيجي لرقم 2. رقم 2 على الخريطة ده المحيط ايه؟ القطب الشمالي. ليه؟ لانه موجود في شمال الكرة الارضية. لو كان جايب لي رقم 2 ده تحت خالص هنا، يبقى المحيط ايه؟ الهندي. لكن هو هنا عندي فين؟ المحيط القطبي الشمالي. 3 المحيط فين؟ 3 على الخريطة ده 3 المحيط الهادي. يبقى عرفنا ده المحيط ايه؟ الهادي، وده المحيط الهندي، وده المحيط القطبي الشمالي. تركيز مش ان انا احفظ اسامي المحيطات والبحار، التركيز ان انا احفظهم وبعدين اعرف اماكنهم على الخريطة فين بالتدريب وحل الاسئلة الكتير. يبقى عندي المحيط الهادي
المحيط الهندي، وهنا عندي المحيط القطبي الشمالي. نيجي لرقم 4 بحر، نركز قوي على الخريطة. رقم 4 ده بحر مغلق، بحر مغلق موجود عندي في قارة آسيا. بحر قزوين، بحر قزوين مكانه على الخريطة اهو. نركز، ده عندي دولة الهند، لو طلعنا كده على طول هنلاقي بحر قزوين. نيجي في رقم 5 جبال، نركز قوي، دي جبال الهيمالايا، شمال الهند هي الهيمالايا، جبال الهيمالايا. 6 هضبة، فين 6 على الخريطة؟ 6 اهي. هضبة دي؟ موجودة في الهند، هضبة الدكن، هضبة الدكن. يبقى أنا عندي في الهند هضبة الدكن، في شمال الهند جبال الهيمالايا، عندي فوق شمال قارة آسيا المحيط القطبي الشمالي. رقم 7 هضبة، رقم 7 هنا هضبة شبه الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية. يبقى هنا عندي هضبة الدكن في الهند، هضبة شبه الجزيرة العربية موجودة عندي اهي واضحة على الخريطة. نيجي لرقم 8 سهول، دي سهول منشوريا، سهول منشوريا. 9 سهول 9 دي سهول شرق الصين. يبقى عندي في الشمال هنا سهول منشوريا. طيب اللي تحتها سهول شرق الصين. تركيز مهم على الخريطة المكان، ممكن يبدل الأرقام أو ممكن يجيب لك دي مرة وممكن يجيب لك دي مرة في سؤال تاني. نيجي لرقم 10 سهول يا ترى؟ سهول سيبيريا. يبقى في شمال آسيا سهول سيبيريا. عندي هنا سهول منشوريا وهنا سهول شرق الصين. المكان بيفرق عندي، انا ممكن احفظ اسامي، طب اجي اعرف الاماكن. يبقى اهم حاجه اتابع الخريطه وراجع الخرايط واعرف اماكن السهول والجبال. نيجي لرقم 11 نهر، ده نهر يانجستي. يبقى هنا عندي سهول شرق الصين، تحتها على طول نهر اليانجستي، يانجستي. نقسم الكلمة الصعبة لمقطع أو 2 أو 3 عشان أقدر أقراها صح وأحفظها. نيجي لرقم 12 بيقول لي نهر، رقم 12 ده نهر السند. يبقى إذا عندي هنا نهر اليانجستي، وهنا في الهند عندي هضبة الدكن، في شمالها جبال الهيمالايا، وعندي رقم 12 هنا نهر السند، نهر السند. معايا آخر حاجة طالبها في خريطة آسيا إقليم مناخي، رقم 13 ده إقليم مناخي الاستوائي وشبه الاستوائي. مهم برضو أعرف أماكن الأقاليم المناخية أو المناخية. ده عندي إقليم الاستوائي وشبه الاستوائي. وصلنا لخريطة قارة أفريقيا. عندي خريطة أفريقيا طالب مني أكتب مدلول الأرقام برضو. نبدأ برقم 1 دايرة، دي دايرة دايرة عرض رئيسية، دايرة الاستواء، دايرة الاستواء. طيب رقم 2 المحيط يا ترى؟ رقم 2 ده المحيط الهندي، المحيط الهندي. رقم 3 ده المحيط الأطلنطي. يبقى أنا عرفت إن المحيط الأطلنطي موجود هنا في غرب قارة أفريقيا، والمحيط الهندي موجود هنا عندي في شرق قارة أفريقيا. رقم 4 مضيق يا ترى؟ رقم 4 نركز قوي على الخريطة. رقم 4 ده مضيق جبل طارق اللي بيوصل بين البحر المتوسط عندي هنا وبين المحيط الأطلنطي هنا، اسمه مضيق جبل طارق. طيب رقم 5 طالب في رقم 5 مضيق، رقم 5 هنا فين؟ رقم 5 اهو، ده مضيق مضيق موزمبيق، مضيق موزمبيق. يبقى انا عرفت مضيق موزمبيق هنا، دي جزيرة مدغشقر اهي، وعندي مضيق جبل طارق فوق. نيجي بعد كده لرقم 6 جبال. رقم 6 على الخريطة دي جبال أطلس، يبقى جبال أطلس مضيق جبل طارق، وعندي هنا مضيق موزمبيق، وعندي هنا المحيط الأطلنطي، وده المحيط الهندي. وصلنا لرقم رقم 7 طالب فيها يا ترى؟ جبال. رقم 7 عندي هنا على الخريطة دي جبال داركنزبرج، داركنزبرج. أقسمها داركنزبرج 3 مقاطع اهي. لو الكلمة بالنسبة لي اسم جبل أو هضبة أو سهل أو اسم أي من التضاريس صعب أقسمه.
مقطع أو 2 أو 3 عشان يبقى سهل عليا أحفظه وأقدر أكتبه. يبقى ده عندي رقم 7، دي جبال داركنزبرج في الجنوب اهي، في الجنوب الإفريقي. وصلنا لرقم 8 طالب جبال. طيب فين رقم 8 على الخريطة عندي؟ دي جبال ايه؟ البحر الأحمر. يبقى أنا عرفت جبال أطلس فين، جبال الأحمر البحر الأحمر فين، وعندي جبال داركنزبرج موجودة فين. رقم 9 هضبة. دي هضبة ايه رقم 9 دي؟ هضبة البحيرات الاستوائية. هضبة البحيرات الاستوائية. هضبة البحيرات الاستوائية. طيب رقم 10 نهر. ده نهر ايه؟ اورنج. نهر ايه؟ اورنج. نهر اورنج. رقم 11 نهر ايه؟ رقم 11 هنا عندي على الخريطة ده نهر الكونغو. نهر الكونغو. نهر الكونغو. 12 اقليم مناخي. عايز الاقليم المناخي اللي موجود هنا، ده الاقليم الموسمي. الاقليم الموسمي. طيب في خريطة قارة أوروبا طالب إيه؟ بيقول لي برضو اكتب مدلول الأرقام، يعني ما تدل عليه الأرقام. معايا واحد الدايرة. نبص قوي على رقم 1 في شمال قارة أوروبا. ده إيه؟ الدايرة القطبية الشمالية، موجودة في الشمال عندي أهي، الدايرة القطبية الشمالية. طيب 2 المحيط. نركز على الخريطة. 2 عندي فين؟ 2 ده المحيط ايه؟ الأطلنطي. يبقى أنا عرفت مكان ايه؟ الدائرة القطبية الشمالية، مكان المحيط الأطلنطي. 3 بحر. 3 عندي ده بحر ايه؟ قزوين، بحر مغلق. بحر ايه؟ مغلق. 4 البحر ايه؟ نركز على الخريطة، نجيب الرقم عندي 4. رقم 4 عندي البحر البلطي. البحر البلطي. يبقى أنا عرفت مكان بحر قزوين فين بالنسبة لقارة أوروبا، والبحر البلطي مكانه فين. 5 جزيرة ايه؟ عايز رقم 5. دي 5 جزيرة أيسلندا. جزيرة أيسلندا. شوف مكانها فين، ادي قارة أوروبا اهي، ودي قارة ايه؟ أوروبا. طيب عندي في الشمال الغرب بتاعها جزيرة ايه؟ أيسلندا. مكانها فين على الخريطة؟ والمحيط اللي موجود هنا فين؟ اسمه ايه؟ المحيط ايه؟ الأطلنطي. ودي الدايرة ايه؟ القطبية الشمالية. نكمل مع بعض. ووصلنا لرقم 6 جبال. رقم 6 على الخريطة عندي فين؟ رقم 6 على الخريطة. رقم 6 جبال ايه يا ترى؟ رقم 6 دي جبال أورال. جبال أورال. طب رقم 7. رقم 7 جبال ايه؟ دي جبال الألب. يبقى أنا عرفت جبال أورال مكانها هنا على الخريطة، وعندي جبال الألب مكانها هنا. طب رقم 8 طالب برضو جبال. رقم 8 دي جبال البرانس. يبقى جبال البرانس هنا عندي إسبانيا اهي، ودي جبال البرانس، دي جبال الألب، ودي جبال أورال. وصلنا لرقم 9 هضبة. رقم 9 دي هضبة فرنسا الوسطى. هضبة فرنسا ايه؟ الوسطى. هضبة فرنسا الوسطى. عندي 10 هضبة ايه؟ هضبة الميزيتا. هضبة فرنسا الوسطى، ودي هضبة الميزيتا. نيجي لرقم 11 طالب نهر. رقم 11 ده عندي نهر الفولجة. ده نهر الفولجة. يبقى أنا عندي هنا ايه؟ بحر قزوين على طول اللي فوقه في شماله عندي ايه؟ نهر الفولجة. طب رقم 12 ده نهر ايه؟ رقم 12 عندي ده نهر الراين. يبقى نهر الفولجة، بحر قزوين، وعندي هنا نهر الراين. 13 طالب نهر ايه؟ ده نهر الدانوب. يبقى ده نهر ايه؟ الفولجة. ده نهر الدانوب. وبعدين ده عندي نهر الراين. وصلنا لرقم 14 السهل الأوروبي العظيم. 14 ده السهل الأوروبي العظيم. السهل الأوروبي ايه؟ العظيم. 15 إقليم مناخي غرب أوروبا. إقليم مناخي ايه؟ غرب أوروبا. يبقى أنا عندي في الخرائط أهم حاجة أركز في التضاريس بتاعت كل قارة، أسامي الدول، السهول، الجبال، الهضاب، الأنهار،
المحيط المتجمد الشمالي، المحيط المتجمد الجنوبي، الدائرة القطبية الشمالية، الدائرة القطبية الجنوبية. كل الحاجات دي بتتكرر وبتيجي أسئلة كتير. وأهم حاجة عندي ما راجعش الخرايط من غير ما أحل أسئلة. لازم بشكل دوري أسبوعي، سواء مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع، يبقى عندي حل أسئلة خرائط متنوعة. خريطة العالم، خريطة آسيا، خريطة أوروبا، خريطة أفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، عندي استراليا، عندي أماكن المحيطات اللي موجودة في العالم. لأن المراجعة المستمرة ضمان للتفوق، مش مجرد إن أنا أنجح في الدراسات الاجتماعية، لأ، أتفوق وأضمن التفوق وأعلى درجة فيها. نيجي بعد كده لقارة أمريكا الشمالية، برضه عايزني أكتب له ما تدل عليه الأرقام. رقم 1 المحيط، نركز قوي على الخريطة، ومعانا هنا على الخريطة المحيط الأطلنطي، ده المحيط الأطلنطي. طيب رقم 2 المحيط الهادي، يبقى أنا عرفت إن دي قارة أمريكا الشمالية، في شرقها المحيط الأطلنطي، في غربها المحيط الهادي. رقم 3 المحيط، رقم 3 عندي ده المحيط القطبي الشمالي، يبقى في شرقها المحيط الأطلنطي، في غربها المحيط الهادي، وفي شمالها المحيط القطبي الشمالي. نيجي بعد كده لرقم 4 جبال. رقم 4 عندي دي جبال روكي، جبال روكي، يبقى أنا عندي دي قارة أمريكا الشمالية، دي جبال روكي. طيب 5 هضبة دي هضبة لابرادور. نقول مع بعض لابرادور موجودة عندي فين؟ في أمريكا الشمالية، ودي مكانها على الخريطة. رقم 6 هضبة رقم 6 عندي دي هضبة المكسيك، يبقى هضبة لابرادور هنا، ودي هضبة المكسيك. يبقى الأماكن مهمة على الخريطة. الفرق، طب أنا أعرفهم بالأسماء. أنا دلوقتي قدام الخريطة الفاضية دي هعرف المكسيك من لابرادور. دي عندي هضبة لابرادور، ودي هضبة المكسيك. عندي رقم 7 خليج. رقم 7 على الخريطة عندي ده خليج هودسون، خليج هودسون، خليج هودسون. 8 خليج 8 عندي ده خليج المكسيك، يبقى هنا عندي هضبة المكسيك، خليج المكسيك. نوصل لرقم 9 نهر. رقم 9 ده نهر المسيسيبي، نهر المسيسيبي. 10 إقليم مناخي. 10 ده الإقليم بتاع البحر المتوسط، إقليم البحر المتوسط. معايا خريطة أمريكا الجنوبية، تعالوا بينا نشوف الأرقام اللي عليها. 1 دايرة عندي دي اسمها دايرة دي دايرة الاستواء، دايرة عرض رئيسية، دي دايرة دائرة الاستواء. طيب 2 المحيط، ده المحيط الأطلنطي زي ما موجود عندي في أمريكا الشمالية، زي ما قلنا في شرقها المحيط الأطلنطي، برضو في شرق أمريكا الجنوبية المحيط الأطلنطي. 3 المحيط الهادي، برضو زي ما في غرب أمريكا الشمالية، في غرب أمريكا الجنوبية عند المحيط الهادي. كده أنا حفظت، عرفت الأماكن. شرق أمريكا الشمالية والجنوبية المحيط الأطلنطي، الغرب بتاعهم المحيط الهادي، المحيط الهادي. نيجي على طول لرقم 4 مضيق. نركز أوي على الخريطة، ده مضيق ماجلان، ماجلان موجود في جنوب أمريكا الجنوبية. 5 البحر، 5 فين على الخريطة؟ 5 أهو، ده البحر البحر الكاريبي، البحر الكاريبي. يبقى أنا عرفت مضيق ماجلان فين والبحر الكاريبي فين بالنسبة لخريطة أمريكا الجنوبية. نيجي ل6 جبال، جبال الإنديز، جبال الإنديز من الشمال أهو لحد الأطراف الجنوبية لقارة أمريكا الجنوبية، دي اسمها جبال الإنديز. طب رقم 7 هضبة رقم 7 عندي هنا دي هضبة باتاجونيا، باتاجونيا، دي هضبة باتاجونيا. طيب رقم 8 نهر رقم 8 عندي على الخريطة ده نهر أورينيكو، أورينيكو، أورينيكو. أنا بكرر كلمة عشان نحفظ مع بعض، المكان اهو والاسم نهر أورينيكو. 9 نهر نهر الأمازون، يبقى أنا عندي نهر الأمازون هنا وفوقه على طول نهر أورينيكو، ده بالنسبة لأمريكا الجنوبية. طيب 10 إقليم مناخي. رقم 10 عندي ده إقليم الإقليم المداري الحار اللي بنقول عليه السوداني، دي البرازيل.
وده الإقليم المناخي إيه؟ الإقليم المداري الحار اللي بنقول عليه السوداني. هنا دمج لك القارتين بقى مع بعض، عامل لك خريطة للقارتين، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وبقول لك اكتب لي الأرقام اللي عليها المدلول. عندي أول حاجة المحيط، القطب الشمالي موجود فين؟ في شمال أمريكا الشمالية. طيب رقم 2 المحيط الأطلنطي، خلاص احنا عرفنا حفظنا المكان خلاص. طيب رقم 3 المحيط الهادي، المحيط ايه؟ الهادي. طيب 4 مضيق ايه؟ فين 4 على الخريطة؟ 4 هنا، ده مضيق ايه؟ بيرنج، مضيق بيرنج موجود اهو على الخريطة. رقم 4 ده مضيق بيرنج. طيب رقم 5 جبال ايه؟ نركز بقى على الخريطة دي، جبال الأبلاش، يبقى أنا عرفت دي جبال الإنديز، أمريكا الإيه؟ الجنوبية، أمريكا الشمالية، في هنا جبال إيه؟ الأبلاش. طب رقم 6 هضبة، رقم 6 دي هضبة جيانا. رقم 7 ده نهر ايه؟ رقم 7 على الخريطة ده عندي نهر ايه؟ لابلاتا. طب 8 ده نهر ايه؟ سانت لورنس. 9 عايز الإقليم المناخي ده اسمه إقليم التندرا، إقليم ايه؟ التندرا. طيب رقم 10 إقليم مناخي ايه؟ لو ركزنا هنا هنلاقي ده إقليم الجبل، لأن دي جبال الإنديز، والإقليم المناخي بتاعها اسمه ايه؟ الإقليم الجبلي. معايا خريطة قارة استراليا، مطلوب مني اكتب مدلول ايه؟ الارقام. تعالوا بينا نبدأ بأول حاجة المحيط، ده المحيط الهادي، يبقى في شرق قارة استراليا ايه؟ المحيط الهادي. رقم 2 عايز بحر، رقم 2 ده بحر أرافورا. ورقم 3 ده عندي ايه؟ خليج كاربنتاريا، ده خليج موجود عندي فين؟ في قارة استراليا، ده مكانه كاربنتاريا. طيب 4 عايز الخليج الاسترالي الكبير، يبقى ده الخليج الاسترالي الكبير، وده خليج كاربنتاريا، وده بحر أرافورا، وعندي ده المحيط الهادي. وصلنا لرقم 5. رقم 5 طالب جبال، دي جبال ايه؟ الحاجز الكبير، دي جبال ايه؟ الحاجز الكبير. شفنا مكانها على خريطة استراليا عامل ازاي؟ ده مكان جبال الحاجز الكبير. 6 هضبة ايه؟ 6 هنا على الخريطة دي الهضبة الغربية موجودة اهي في غرب ايه؟ قارة استراليا، دي اسمها ايه؟ الهضبة الغربية. طيب رقم 7 رقم 7 ده نهر ايه؟ دارلينج. 7 اهو بالظبط على الخريطة، ده نهر دارلينج. 8 دي جزيرة ايه؟ جزيرة تسمانيا، ده موقع استراليا، ودي موقع ايه؟ جزيرة تسمانيا. طيب وصلنا لإقليم مناخي 9. نبص على 9 ده إقليم البحر المتوسط، ده الإقليم المناخي الخاص بالبحر المتوسط، موقعه فين؟ بالنسبة لقارة استراليا. طيب رقم 10 هنا طالب اسم الإقليم المناخي. عند الإقليم المناخي هنا اسمه الإقليم المعتدل الشرق القارات، اللي بنقول عليه الصيني، يبقى ده موقع ايه؟ الإقليم المناخي البحر المتوسط. وهنا موقع الإقليم المعتدل شرق القارات، اللي احنا بنقول عليه ايه؟ الإقليم الصيني. خلصنا أسئلة النهاردة. ما تنسوش اللايك الجميل والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم كل المراجعات والفيديوهات والدروس الجاية. كانت معكم مس مروة، أشوفكم قريب في فيديو جديد ودرس جديد، والسلام عليكم.